لو صرفت 100,000 ريال على الإعلانات وجبت مثلا مليون ريال ولا 600 أو 700 ألف ريال، فأنت ممتاز جدا والنتيجة ممتازة جدا والحملة دي ناجحة جدا. لكن لو صرفت نفس ال 100,000 ريال عشان تحقق رقم أقل من ال 100,000 أو أعلى من ال 100,000 حاجات بسيطة، فهنا في مشكلة. وهنا محدش هيكلمك بقى يسألك على عدد اللايكس، عدد الفولورز اللي جم من الحملة، ولا حتى الريتش وصلنا لقد إيه، ولا كام مليون شاف الإعلان، ولا كام مليون شاف الفيديو. السؤال الوحيد هنا هيكون الفلوس راحت فين. طبيعي جدا احنا صرفنا فلوس كتير، فالفلوس دي راحت فين، احنا كسبنا ايه اللي حصل للشركه. هنا بالظبط بيظهر دور الوظيفه اللي بنتكلم عنها النهارده، هي البرفورمانس ماركتنج مانجر. عايزك كده تروق وتجيب قهوتك وتيجي معايا عشان تسمع في الفيديو كل ما يخص هذه الوظيفه. النهارده هنعيش يوم كامل مع وظيفه البرفورمانس ماركتنج مانجمنت، ونتكلم عن جزء مهم جدا جدا من المعادله في الوظيفه دي، هي احنا بندفع كام علشان نرجع قد ايه فلوس. فخليني كده بدايه اكلمك يعني ايه بيرفورمانس ماركتنج عشان تعرف الاول المفهوم الوظيفي للقصه دي. خلينا نبسطها جدا. الموضوع ان البيرفورمانس ماركتنج هو التسويق اللي بيقيس نجاحك بناء على نتيجه او نتائج قابله للقياس. يعني ممكن تكون النتيجه دي مثلا بيرشيز، ممكن تكون عمليه شراء، ممكن تكون ليد عميل محتمل او مهتم، ممكن تكون اب انستول او تحميل للتطبيق، ممكن تكون ريجستريشن عن طريق ريجستريشن فورم او تسجيل في فورم معين، ممكن تكون كونفرجن شركه مهتمه بيه. يعني الهدف مش بيبقى ان الناس تشوف الاعلان وبس والناس تعمل لايكس وتعمل فولو والكلام ده، الهدف ان المشاهده دي تتحول لنتيجه تجاريه. وهنا بتكمن اهميه وظيفه البرفورمانس ماركتنج. يعني نتكلم عن امبريشنز بتروح لكليكس، بتروح لليدز، بعد كده توصل لكاستمرز، وفي الاخر بيطلع لنا نتيجه المعادله وهي الريفينيو. فخلينا كده ناخد يوم كامل في حياه البرفورمانس ماركتنج ده بيعمل ايه، سواء بقى من هو سبيشالست ان هو سينيور لحد مانجيريال، هو بيعمل ايه كبرفورمانس ماركتير. اول حاجه الراجل ده برده كالعاده بيصحى الصبح علشان اول حاجه يشوفها مش انه يكتب بوست ولا ان هو يفتح داشبورد عشوائي يقعد يبص على ارقام وبس يشوف كل الارقام في زياده فتمام او لا. هو كل اللي بيهمه بيشوف احنا صرفنا كام وجبنا كام كليك على الاعلان وتحول منها كام ليد او كام بيرشيز، الكوست بير اكوزيشن او السي بي اي عامل ايه معانا، الار او اس ريتيرن اون اد سبنت برضه وصل لكام وعملنا ايه، وبعدها يبتدي مرحله ايه التحقيق في الارقام. ليه الحمله دي الكليك ثرو ريت او السي تي ار بتاعها كويس بس ما فيش مبيعات؟ ليه السي بي سي بتاعنا زاد بشكل معين؟ هل المشكله في الاعلان ولا الجمهور ولا اللاندنج بيج او صفحه الهبوط ولا السعر؟ احنا محتاجين العرض بتاعنا مثلا او التراكنج كود نفسه في حاجه غلط بيسرب مننا، واحنا مش كل الكونفرجنز عارفين نحكمها وعارفين نقيس. عشان كده قلنا الوظيفه دي هي دايما تحويل النتائج لحاجات قابله للقياس، ودي مهمه جدا في وظيفه البرفورمانس ماركتير. يعني الموضوع باختصار مش بوست بوست وخلاص، ومش اعلانات بتتعمل على الاد مانجرز وخلاص، لا الموضوع فيه اكبر من كده، ان انت بتعمل تراكنج وتشوف فعلا كل مصروف احنا صرفناه على الاعلان ده وصل لنتيجه تجاريه عامله ازاي. الراجل ده بيشتغل مع مين؟ الراجل ده طول يومه بيشتغل مع مين؟ طبعا البرفورمانس ماركتير اكيد مش بيشتغل لوحده، بيشتغل وسط تيم. ممكن تلاقيه طول اليوم بيتعامل مع الكونتنت تيم او الكريتيف تيم، بيتعامل مع ديزاينرز، كوبي رايترز، فيديو اديتورز، ناس كتير قوي، بيتعامل مع السيلز تيم ودي نقطه مهمه جدا، بيتعامل مع التكنيكال تيم الويب ديفلوبرز والناس دي، ده عشان شغل الخاص بالتراكنج كودز والكلام ده، بيشتغل مع تيم السي ار ام لو في تيم للسي ار ام، واحيانا بيتعامل مع الاداره العليا لو هو ما فيش فوقيه جروس ماركتير او حتى كوميرشال دايركتور او كده. طيب لان الماركتنج لو جاب 10,000 ليد والسيلز ما قدرش يحولهم لعملاء، هنا يعني المشكله مش بالضروره تكون في الاعلان ولا تكون في حاجات زي كده. دي دايما الخناقه الشهيره ما بين الماركتنج وما بين السيلز، مع ان الموضوع ابسط من كده بكتير، ان الاثنين المفروض يتحدوا ويكونوا صراحه كتير مع بعض، مش بيرموا على بعض العيوب علشان توصل لنتيجه افضل. يعني السيلز تيم محتاج يقول اكزاكتلي ايه اللي بيحصل مع العملاء، مش بس انا ما بذلتش مجهود. انت مش محتاج عميل جاهز، يعني السيلز وهنتكلم عن الوظيفه دي بالتفصيل برضه في بتشتغل ايه، انت مش مستني العميل يكون جاي لك جاهز، لو جاي جاهز هيعمل عمليه الشراء وهتبقى وظيفه الماركتنج وخلاص. لكن انت محتاج ان انت تمشي مع عميلك رحله معينه، فممكن يكون بيكسل، فالعميل ما بيبذلش معاه مجهود قوي، او الليد يعني ما بيبذلش معاه مجهود قوي، فالليد بيروح منه، الليد ما بينفذش معاه، فيقول لك الليدز دي كواليتي وحشه، فيبتدي الماركتنج تيم او البرفورمانس ماركتير يقول لك لا الليدز كويسه وبنجيب اعداد كتير من الليدز، ونبتدي نقعد في جدال كبير جدا بين التو تيمز، مع ان الموضوع ابسط بكتير. احنا محتاجين نتحد ونحلل ونعرف بالظبط المشاكل فين عشان نبتدي نعدل ونوصل بالكامبينز بتاعتنا والشغل بتاعتنا لافضل نتيجه. طب الحقيقه بقى اللي مش كتير بيقولها لك عن وظيفه البرفورمانس ماركتنج، انت هتفشل كتير. انا عارف ان الحقيقه صادمه وعارف ان الكلمه ممكن تبقى سلبيه شويه للبعض، ولكن ان دي حقيقه، انت هتفشل كتير. انت هتعمل حملات ومش هتحقق النتيجه المرجوه منك من اول مره، هتعمل حملات وهتخسر كتير، ممكن تعمل اعلان ويجيب نتائج سيئه، ده امر طبيعي جدا. الاودينس ممكن تكتشف بعد فتره ان هم انت اخترتهم غلط، البادجت ممكن يتصرف من غير النتيجه اللي انت كنت متوقعها او الشركه متوقعها منك، كل ده ممكن يحصل. بس الجزء الطبيعي من شغلك ان انت تعرف ايه اللي فشل وليه وايه اللي يغيره ويجيب نتيجه كويسه. بس هي دي كل الفكره في البرفورمانس ماركتنج. فالبرفورمانس ماركتنج
مش وظيفه الشخص اللي عايز يضمن النتيجه وخلاص، عايز يضمن النتيجه من اول محاوله وباسهل المحاولات. عايز يبقى اول ما يعمل حمله على طول يجيب اضعاف اضعاف اللي هو بيستثمره فيها. دي وظيفه الشخص اللي بيعرف يتعلم بسرعه من النتيجه ويحول دايما الفشل لنجاح في فتره قصيره جدا. دي وظيفه البرفورمانس ماركتير. زي ما اتعودنا طبعا في حلقات بتشتغل ايه، بنقسم الوظيفه بتاعتنا لمميزات وعيوب عشان انت تقدر تختار طريقك. فهنتكلم دلوقتي عن المميزات الخاصه بالبرفورمانس ماركتير. ايه هي احلى حاجه في الوظيفه؟ احلى حاجه في الوظيفه ان النتائج واضحه. يعني لو شغلك ممتاز الارقام هتتكلم عنك، لو شغلك لا قدر الله محتاج تطوير او وحش يعني ومحتاج تطوير، محتاج تظبيط، محتاج تحسين، فانت الارقام برضه هتتكلم عنك. فانت مش محتاج تتكلم عن نفسك كتير وعن شغلك كتير، هو شغلك بالارقام هيتكلم عنك لوحدك. الطلب على الوظيفه دي قوي جدا، وتقريبا معظم الشركات وخاصه الاي كوميرس وشركات الساس والستارت ابس اللي بتطمح او بتبقى رايحه ناحيه الجروث دايما بتفكر ان هي تعين بيرفورمانس ماركتير. في اي شركه بتعتمد على الليدز وبتعتمد على البرشيزز اونلاين والكلام ده، فمحتاجه حد يكون بيفهم بيرفورمانس كويس جدا. طبعا الشغلانه دي من اكثر الشغلانات القابله للتطور والتطوير، والسلم الوظيفي بتاعها سريع جدا. يعني انت ممكن في وقت قصير جدا بالنتائج القويه ومع كتر الحملات وكتر المحاولات، انت ممكن من سبيشالست لسينيور لمانجر. ممكن في وقت من الاوقات لو الشركه دي الجروث بتاعها عالي جدا ممكن تلاقي نفسك الهيد اوف بيرفورمانس او الهيد اوف جروث. فهي دايما السلم الوظيفي بتاعها سريع جدا. ممكن تشتغل فريلانس مع شركات كتير جدا بجانب شغلك، فانت برضو بتفتح لك الموضوع كتير انك تحول المهاره بتاعتك لخدمه قابله للبيع. طبعا لو جينا نتكلم عن العيوب للوظيفه، فهنا مش هنجمل الوظيفه قوي، وخلينا نكون صراحه مع بعض. هي وظيفه فيها ضغط كبير جدا زي الجروس ماركتنج، عندك ضغط كبير جدا لانك في النهايه انت راجل مسؤول عن ارقام، فالارقام دايما بتتكلم عنك. فلو الارقام دي وحشه بتمثل عليك ضغط، وهتفضل طول الوقت الشركه تقول لك ها ايه الاخبار، فين النتائج، احنا صرفنا كتير وما حققناش وما الى ذلك. النتائج مش دايما في ايدك للاسف. النتائج بتبقى ممكن تبقى عامل حمله ممتازه جدا، عامل عرض ممتاز، عامل اعلان ممتاز، ولكن للاسف السوق حاليا غير مؤهل لاستقبال الكلام ده، والبرشيزنج باور واقع، فتبقى النتائج مش الطف حاجه، فتبتدي الناس تجيب اللوم عليك بشكل او باخر. طبعا زي ما قلنا كل الشغلانات احنا محتاجين فيها تطوير مستمر ومحتاجين نتابع الابديتس باستمرار، ولكن هنا في شغلانه البرفورمانس انت الميتا دايما بتغير الالجوريثم بتاعها، الجوجل بيغير نظامه بالكامل، التراكنج كود بيتغير، فانت محتاج تغير كل التراكنج بتاعك، الاي اي بيتدخل في كل حاجه وبيعمل كل يوم تطوير جديد، والبلاتفورمز نفسها بتغير الالجوريثمز وفقا لتطورات الاي اي. فانت محتاج طول الوقت تطوير ومحتاج طول الوقت تكون في تعلم مستمر. ساعات الميزانيات الكبيره بتبقى عبء وتبقى ضغط اكتر ما تبقى ميزه، فغلطتك ممكن تكلف شركه فلوس كتير جدا، فبرضه بتمثل عليه جزء كبير من الضغط. طيب بعد ما انت سمعت كلام كتير كده عن الوظيفه وايه هي والمميزات والعيوب وكل الحاجات دي، فدلوقتي نتكلم عن هي مناسبه بقى للكارير بتاعك ولا مناسبه لشخصيتك اصلا ولا لا. فخليني اقول لك، لو انت برضو بتحب الارقام وبتحب الماثماتكس، بتحب التجارب، بتحب الاعلانات، بتحب شغل الكرييتيف، بتحب التحليل، بتحب الكومبيتيشن حتى لو انت هتنافس نفسك في الشغل، وبتحب تعرف ليه الحاجه اصلا حصلت ونعمل ايه عشان نطورها، اعتقد الوظيفه دي ممكن تبقى مناسبه جدا ليك. ولكن لو انت بتكره بقى شغل الضغط وبتكره الارقام وبتكره الماثماتكس، بتكره التحليلات، عايز شغل روتيني، انت بتحب تشتغل بروتين كل شويه كل يوم بنفس الشكل بنفس الطريقه وكده، فغالبا البرفورمانس ماركتنج مش هتبقى افضل اختيار ليك وهتبقى مرهقه جدا بالنسبه لك. طيب خلينا نتكلم دلوقتي عن اهم المهارات المطلوبه لوظيفه البرفورمانس ماركتنج. خلينا نقسمهم كده تقسيمه بسيطه سريعه عن هارد سكيلز وسوفت سكيلز. لو الهارد سكيلز فانت حضرتك لازم تبدا بالادز بلاتفورمز، لازم تبدا بالميتا ادز، بالجوجل ادز، تبتدي بالاناليتكس، تبتدي بالجوجل اناليتكس او الجي 4، تبتدي بالكونفرجن تراكنج، الاي بي تيستنج، الاتريبيوشن، وده هنشرحه بعدين في شغل الميديا باينج وفي كورسز في بسيطه وكده. لو مثلا ادوات بتساعدك على قراءه البيانات وتحليل البيانات، ادوات كثيره موجوده. كل الحاجات دي من الادوات الرئيسيه والاساسيه وتكون فعلا بتشتغل فيها كويس جدا لو انت داخل في مجال البرفورمانس ماركتنج. السوفت سكيلز بقى مش هنتكلم عنها كتير، ولكن اهمهم وابرزهم هي موضوع الاناليتيكال ثينكينج او التفكير التحليلي، انك تكون دماغك بتفكر دايما بالتحليل في الحياه عموما، مش بس في الماركتنج وفي شغل السيلز، لا في الحياه عموما عندك دماغ تحليليه، ليه الحاجه دي حصلت، ولو غيرنا كذا ممكن يحصل ايه، وهكذا. يكون عندك بروبلم سولفنج، تقدر تحل مشاكل، عندك قدره على حل المشاكل، مش بتتضايق تحس ان النهارده مشاكل يا ده اليوم تقيل، لا 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 خالص، انت هتقابل مشاكل كتير جدا وهتبقى مشاكل دايما، وممكن تبقى قاعد في المساء براحتك كده ومروق وتلاقي حصلت مشكله وتفتح اللابتوب وتبتدي تقدم حل. يعني طول الوقت انت تكون معرض انك تكون في مشاكل، فانت تكون قادر على حلها وقادر على مواجهتها. الديسيشن ميكنج او اتخاذ القرارات، لازم تكون شخص قادر ان هو بعد التحليل انك تاخد قرار وتاخد قرارات جريئه وتبقى مسؤول عن قراراتك دي في الشركه وقدام التيم وقدام الاداره. عندك كوميونيكيشن سكيل عاليه عشان على طول بتبقى متصل بفريق الكرييتيف، بفريق السيلز، بفريق السي ار ام، فلازم يكون عندك مهارات تواصل واتصال عاليه جدا. فخلينا نرجع تاني كده نراجع سريعا عن اهم الادوات اللي انت محتاج تمشي فيها وتتعلم فيها علشان توصل لوظيفه البرفورمانس. ميتا ادز مانجر او الجوجل ادز، الجي اي 4، الجوجل تاج مانجر او الجي تي ام، اللوكال ستوديو، الاكسل او الجوجل شيتس. ادوات كتير جدا بقى زي الهيت مابس والاناليتكس، كل الادوات دي انت محتاج ان انت تتعلم فيها كويس جدا، حتى لو هتاخد فيها كورسز وتبتدي تطبق عليها في شغلك علشان تحترف شغل البرفورمانس ماركتنج. طبعا دلوقتي بنيجي للحته اللي كلكم بتستنوها في الفيديو، موضوع المرتب او الفاينانسز، الفلوس يعني. فخلينا هنا نكون منطقيين شويه ونتكلم عن نطاقات طبيعيه مش ارقام محدده.
ان الراتب طبعا بيختلف على حسب الشركه وعلى حسب الخبره وعلى حسب القطاع وعلى حسب البلد، على حسب حاجات كتير قوي. لكن دايما في السوق العالمي اكيد بتبدا وظائف البرفورمانس ماركتنج من نطاقات متوسطه في بدايه المسار، تتكلم تقريبا من 2000 او 2500 دولار، وبتصل في بعض الاحيان ازيد من 6000 دولار، ممكن اكثر من كده بكتير على حسب الشركات دي ومسؤوليات اللي بتكون موجوده في بعض الشركات، خصوصا في شركات الاي كوميرس والساس وبعض الستارت ابس اللي رايحه ناحيه الجروث. الاهم ان المجال مش مرتبط بس بالمرتب، المجال مرتبط بانه بيفتح لك خبره كبيره، بيفتح لك مجال اكبر انك تكسب من المهاره دي، زي الفريلانسنج، زي الكونسلتنج، زي فرص العمل ريموتلي. فده بيبقى افضل ما في شغلانه البرفورمانس ماركتنج، مش بس الراتب. السؤال بقى اللي كتير بنفكر فيه في الفترات دي، هل الاي اي هيستبدل الوظيفه؟ او بشكل الطف بكتير، هل الاي اي هيقتل وظيفه البرفورمانس ماركتنج في يوم من الايام او في المستقبل؟ قطعا لا. وظيفه البرفورمانس ماركتنج من الوظائف اللي فيها تدخل بشري قوي جدا، عشان الاناليتيكال ثينكينج والبروبلم سولفنج والديسيشن ميكنج، الثلاثه دول الاي اي على ما يوصل فيهم لمراحل متقدمه انت محتاج كتير قوي. فانت هو هيقتل جزء كبير طبعا من الشغل اليدوي في الشغلانه بتاعت البرفورمانس، ممكن يساعد بجزء كبير من الكرياتيفز، من الكونتنت، من احتمالات انه يديك مثلا اختيارات للكوبي رايتنج اللي هتكتبه في الاعلان. لكن الاي اي ليه دايما بنفكر انه هيقتل وهيستبدل والكلام السلبي ده؟ ليه ما ناخدش الاي اي انه هيساعدنا؟ يعني فكر في كل شغلانه ان الاي اي هيساعدني ازاي، اخد الاي اي كده في ايدي انجي ونمشي احنا الاثنين سوا، بدل ما نبقى احنا الاثنين ضد بعض. فالاي اي ممكن يساعدك في ايه؟ ممكن يساعدك في الوظيفه دي في كتابه فاريشنز كتير للاعلانات، يكتب لك مقترحات، يبتدي يحلل معاك في البيانات، هو جزء وانت جزء، يفتح لك افكار، يطلع لك تحسينات في الكرياتيفز بتاعتك، تظبط عليه او تكتشف معاه باترنز تبتدي تستخدمها في حملات البرفورمانس المختلفه. فالموضوع مش فكره ان هو يستبدل او كده، لما ممكن هو يساعدني. فالشخص اللي هيفضل طول الوقت او الحاجه اللي هتفضل طول الوقت تعتمد على العنصر البشري هي قصه ليه الحمله دي نجحت وليه الحمله دي فشلت وليه الجزء ده ما حققش اللي احنا عايزين فيه، وايه القرار التجاري اصلا اللي ممكن ناخده علشان نحقق فيه النتائج دي. فلسه الجزء البشري في شغل البرفورمانس، وهيفضل لفتره كبيره جدا هو ليه القيمه الاكبر. طيب انا في بدايه شغل الديجيتال ماركتنج او الاي كوميرس، او حتى ان انا بره او انا لسه حديث تخرج، فازاي ادخل مجال البرفورمانس ماركتنج؟ لو عاوز تبدا، فانا ما انصحكش ان انت تبدا المجال ب 20 30 40 كورس، ومن هنا فيديوز ومن هنا فيديوز ومن هنا الكلام ده. خلينا نرتب مع بعض الاستبات كالاتي. وانا بتكلم لو حضرتك بره مجال الديجيتال ماركتنج ومجال الاي كوميرس او التسويق الرقمي والتجاره الرقميه، في الاول احنا محتاجين نتعلم اساسيات عن الديجيتال ماركتنج واساسيات عن الاي كوميرس. بعد كده بنتعلم بقى ادوات ادفانسد شويه، نتعلم الجوجل ادز مثلا نحترفه، نتعلم الميتا ادز او البيزنس ادز، سواء بقى على اكس، على ميتا، على اي منصه ثانيه، نعرف ازاي اصلا الاد مانجر ده بيشتغل وايه تقنيات الكامبين نفسها، نشتغل حبه شويه كده في الميديا باينج وعمل الاعلانات. بعد كده نبتدي ندخل على الجزء الخاص بالتراكنج والاناليتكس او التحليلات، لان الجزء ده عايز تركيز كبير وعاوز فهم كبير للامور السابقه دي. بعد كده نبتدي نعمل كامبينز تجريبيه ولو صغيره جدا. وزي ما قلت لك، ما تحطش موضوع البادجت في دماغك، اهم حاجه انك تعمل خطوات الكامبين صح، واهم حاجه انك تعمل تحليل الكامبين صح. بعد كده تبتدي تعمل بورتفوليو بطريقه الستوري تيلينج، تحط فيه نتائج وتحليلات وايه اللي واجهك في الحملات وايه الكلام ده، مش مجرد سكرين شوتس وخلاص. واهم حاجه واهم نصيحه اقولها لك النهارده، ما تقولش ان انا برفورمانس ماركتير من كام كورس خدته ومن كام فيديو شفته. انت برفورمانس ماركتير لما تعرف تقرا النتيجه كويس جدا وتاخد القرار المبني عليها والقرار الصح اللي هيوصل لتحسين في النتائج والنتيجه كويسه. دلوقتي بقى خلينا نعمل تقييم للوظيفه دي، وانا بقيم في الوظيفه من 10. خلينا نقيم الوظيفه من حيث حاجات كتير قوي، مثلا من حيث الراتب او الدخل. فبصراحه هي فيها راتب عالي وراتب قوي وراتب متدرج كمان، بتاخد فيه زيادات عاليه جدا مع تحقيق نتائج قويه وعاليه. فانا ادي الراتب او الدخل من 8 ل 9 من 10. المستقبل او الكارير او التطور الوظيفي وفرص الترقيات، فاديها طبعا 10 من 10 او 9 من 10، لان في فرص كبيره جدا ان انت تترقى بسرعه او ان انت تطلع السلم الوظيفي بسرعه جدا. بالنسبه للضغط الوظيفي، للاسف هي وظيفه زي الجروس ماركتنج اللي فيها ضغط كبير جدا، فيها مسؤوليه كبيره جدا، ففي الضغط الوظيفي نديها 8 او 9 من 10. على سهوله البدايات وازاي تدخل المجال وازاي تحترف المجال والكلام ده، فمش سهله قوي بصراحه، محتاجه شغل كبير ومحتاجه دماغ متعلمه كتير قوي في الحاجات اللي قلناها، وتكون دماغ تحليليه وقادره على حل المشاكل. فبنديها تقريبا من 5 ل 6 من 10. العمل عن بعد او العمل الريموتلي او كده، ممكن نديها نسبه كبيره جدا، ممكن توصل ل 9 او 10 من 10. تاثير الاي اي على الوظيفه في العموم كمتغيرات، هو زي ما قلنا انترميديت، فنديله 5 او 6 من 10. فرص العمل الحر او فريلانسنج، انك تشتغل في شركات كتير از فريلانسر جنب الشغل، دي فرص كبيره جدا، ممكن نديها 9 من 10 او 10 من 10. ننصح بيها في العموم ولا لا؟ خلينا نقسمها حاجتين، ننصح بيها الناس اللي في المجال والناس اللي خارج المجال. الناس اللي في المجال طبعا انصح بيها، لان هي فعلا من تطويرات المجال اللي هيبقى عليها طلب كبير جدا وتحقق دخل كبير جدا خلال الفترات اللي جايه. الناس اللي بره المجال لا، في الاول هي هتبقى صعبه شويه، فمحتاجين الاول نشتغل في شغل الديجيتال ماركتنج والاي كوميرس، وبعد كده نبتدي نفكر ان احنا نحترف المجال بشكل كبير. خليني في النهايه كده اقول لك ان البرفورمانس ماركتنج مش وظيفه الشخص اللي بيعمل اعلانات وبس، دي وظيفه شخص بيحاول يجاوب كل يوم على اسئله او على سؤال مهم جدا: ازاي احول كل ريال او كل جنيه بصرفه
لنتيجه اكبر ولطموح اكبر. ولو بتحب الارقام والتجارب والتحديات زي ما قلنا فوق، فانت ممكن الوظيفه دي تكون مناسبه ليك. لكن لو عاوز تفضل في روتين ما، او تفضل مريح دماغك، او ما بتحبش الارقام ولا التحليلات ولا الكلام ده، فاعتقد الوظيفه دي تبقى صعبه جدا بالنسبه لك. لكن لو عايز تعرف الوظيفه اللي بعدها وازاي بتربط بين العميل والبيانات والاتمته والامور دي، فتابعني ان شاء الله بتشتغل ايه. هنتكلم الحلقه الجايه عن وظيفه قويه جدا، وبالتوفيق ليكم جميعا، واشوفكم في حلقات جايه. السلام عليكم.